تعالوا معايا بقى كده. انا طلعت الخبز بتاعنا من قلب الفريزر وسبته شوية يسيح، ووريتكم ازاي بدأ يتني. في الوضع ده بقى هتبدأي، ده خبز الحبوب اللي كنا عاملينه وشايلينه في الفريزر في الفيديو اللي فات، عارفينه فاكرينه ولا شفتوا الفيديو؟ لما شفتوش يلا شوفوا الفيديو. بعدين جبت المكنه بتاعتي وبدات احط عليها الخبز اللي طلعته من الفريزر واسخنه. لازم عشان خاطر تعملي بيتزا، هعمل بيه بيتزا، لازم يكون سخن كويس. تبداي تسخني فيه كانك ايه لسه ايه بتسويه. بصوا وانا حطاه على الجريل بسخن فيه وبتاكد ان ما فيهوش خالص اي بروده ولا اي تلج جواه. وتفضلي تقلبي وتتكي عليه لغايه ما يسخن كويس. ودي نجاح البيتزا بتاعتك على فكره. ممكن تعملي الحاجة دي في مقلاية على النار، كل واحد يعمل في الإمكانيات اللي عنده. نفضل بقى كده ايه نتك عليه، بيطلع منه سوائل كده، ان برضو نجيبها كده على الخبز. ونبدأ بقى نجيب الحاجات اللي احنا عايزين نضيفها. جبت شريحتين بسطرمة، جبت طماطمايه، خدت القشر الخارجي وشلت القلب، وقرن فلفل صغير خدت ربعه، قرن فلفل خدت ربعه. وجبت الجبنة الموتزاريلا، عندي قطع فانا قطعت حتة وجبتها. بالمكونات البسيطة دي هنعمل عندنا دلوقتي بيتزا. خلاص كده الخبز بتاعنا بيسخن سخونية جامدة. نجاح البيتزا دي لازم تكون سخنة وسايحة خالص. نبدأ بقى حطي كل المكونات عليها بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي، وسيبيها تستوى واحدة واحدة معاكي. خلي عندك صبر عشان خاطر النار من تحت، احنا مش هننزل عليها اللي فوق، فاحنا لازم نسيبها كده شوية شوية لغاية ما تستوي. هتقعد معاكي 20 دقيقة بالظبط هتستوي وهتبقى جميلة جدا. سيبيها. بصوا بقى بعد ما استوت، تنت محطوطة على المكنة لغاية ما استوت وبقت جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جدا. كله ساح وكله انسجم مع بعض وتماسك فيه. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات.